شخصيا مع شات جي بي تي. في يوم من الايام اتخانقت مع خطيبتي، فدخلت على شات جي بي تي احكي له المشكله من باب الفضفضه واشوف كده هيقول لي ايه او ينصحني بايه. فكانت نصيحته ليا اني لازم ابعد عن الشخصيه دي، وان هي مضره ليا وان هي مش فاهماني. بس طبعا انا ما سمعتش كلامه، ولما رجعت انا وخطيبتي نتكلم قلت لها انا عايزك تاخدي نفس الرساله اللي انا بعتها له بس تغيري فيها وتعدلي حاجه بسيطه جدا، وتكتبي بس بدل انا بشتكي من خطيبتي في كذا تكتبي فوق خطيبي بيشتكي مني في كذا. وهنا كانت المفاجاه، الابلكيشن رد عليها ساعتها وقال لها ان الشخص ده مؤذي وعصبي، وانك مش هينفع تكملي معاه وان احسن حل انك برضه تبعدي عنه. وده يوريك قد ايه ان الابلكيشن عمره ما هيوريك انك غلطان او يوريك عيوبك، وممكن يخليك تاخد القرار الغلط اللي انت عايز تاخده ويساعدك فيه حتى لو القرار ده هيدمرك. وده للاسف صحيح. لو وصلت لحد هنا في الفيديو انزل اعمل لنا سبسكرايب ولايك، وكمان اعمل لنا فولو على انستجرام وتيك توك. يلا نكمل. كنت بقول لك بقى ان ده للاسف اللي فهمته شركه اوبن اي اي وبدات تتعامل مع اختراعها، مش انه هو مجرد اداه للبحث والمعرفه، لا، انه ممكن يكون بديل بشري كامل ليك. يعني ممكن يكون صاحبك او حبيبتك. سام التمان صاحب الشركه طلع في مؤتمر وقال انه سنه 2026 هيوفر نسخه في ابلكيشن شات جي بي تي للبالغين فقط. النسخه دي هتكون اكثر جراءه وممكن تتكلم معاك في اي حاجه وفي كل حاجه انت عايزها. وده يا صديقي في حد ذاته يفهمك ان الشركه بدات تفهم اللعبه، وان قد ايه في ناس بدات تتعلق بالابلكيشن ويستغلوا كل واحد بيعاني من الوحده او الاكتئاب ويخلقوا له شخصيه وهميه يعيش معاها في عزله كامله عن العالم. ودي في حد ذاتها كارثه. وده اللي بيخلي مش بعيد ابدا الناس مع تطور الابلكيشن تكره انها تتعامل مع بعضها ويعيشوا كلهم في عزله. ما هو احنا ليه نتعامل مع بعض وليه نتعامل مع ناس